السلام عليكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من سفرة شهيد. سفرتنا اليوم في محافظة ميسان من داخل منزل أحد أبطال العراق الرائد الشهيد البطل موسى الفرطوسي. خليكم ويانا. كنت كل رمضان بويا قبال عيني أبد ما أفطر لمن شخصك يجيني، تدري مو للمايا لهفة حنيني، أفطري بوجهك كنت من تعتنيني، كل أذان المغرب اسمع صوت أذانك. طبعه حلو وزين، بس من استشهد يا يما ما كفيت علي. أنا بالحج وما حد قال. شلون؟ إن تلقون الجماعة للحدود يا كان مستشفى ما وياكم. قال كنت بالحج؟ بالحج هو وداني. هو وداني. قال يا موسى بتل أحفر. زين. ما يصير هو ما يجيني يجي وياكم. قالوا لا ما أبي شيء. جابوني من هناك من وصلت للبيت لقيت الباب. يما ابني يا يما لا عيب شفته ولا غسل الجسم ولا دفنته. يما ابني يا مبادي قصاص الحديد والفوج وداله ويريد، ويا طبة الهجوم عيد موسى يما. يما الولد ما عاد بعزه ومن شفني بتال الليل فساد، وليتي بصب وجيت انت الولد يا يما. إلك يما ذللتني نحيل موسى ذللتني يما. إلك يما كون القلب يطلع ويرد ويطلع وراويل البلاد، وجاد يا فرق الولاد يما جاد فرق الولد وما الله لعاد. يا موسى يما مر بدايتي وما اقدر اقوم على الولد يا ابني. ولك يما لبسوت بقوم واقطره وعلى الهجوم يا موسى قبله، ولك يما ذكراك بعلي ويونا. انت لاقى يا انت لاقى عيب يا شهر يا موسى انت لاقى ولك يما. يما وزيت خط وتذكرة وذب على المقبرة، بالله مديت مرايا اعتاب يا موسى ويا ولك يما.
ولك يما ظلت محتارة بدنياي ومثل السفينة محملة ماي من قيد الجاوين مشتاي موسى يا يما ولك يما 9 أشهر ناجلتك ببطني وسنتين ربيتك بحضني وما ظنيت جايك تذبني الولد يا يما يرحل الغالي ويعوف منا جراحه هو يرتاح ونظل بس للمناحه يا زمن بعد المشو ما عدنا راحه واليجرح الليل مات بصباحه روحي يما بالحزن نصبت عزاها يما ليش اللي نحبهم ما يظلون هاي البدلة فصلتها كانت مالت والدي قرمت قياسها وصارت على يدي قياستها. شنو السبب؟ الاعتزاز بوالدي كانت وصية من والدي بالمدرسة كنت جاء خبر المدرسة وقلت فشي طبيعي لأنه وصل جراح أكثر من مرة قلت فشي طبيعي يروح ويرجع البيت عادي بس من رحنا لغاية بغداد شفنا بعد ما عنده قابلية لهذا الشيء. احنا اليوم ببيت الشهيد البطل رفعته راس رائد موسى وهذه سفرته ان شاء الله تبقى ممدوده ان شاء الله وبوجودكم وبوجود اولاده ان شاء الله. ان شاء الله. اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت وفي الصيام يوم وغد نويت. هذه السفرة إلى المرحوم الشهيد الرائد موسى تكون دائمة في كل وقت ونتقدم جزيل الشكر لكم لحضوركم لهذه السفرة والمائدة. الله يحفظكم ورمضان كريم عليكم إن شاء الله. الله. ذكريات الشهيد البطل مو عم هو ولا صديق يعني قد ما أقدر أحس يعني كان أخ يعني أكثر من الأخ يعني معنوياته وياي وبكل شغلاته. اي وهو يتمنى الشهاده هاي من سنين رايت هالشهاده دور عليها دوره ما يعني المنطقه كلها محزنه ويانا منطقه كلها باكملها محزنه على فراق الشهيد البطل يعني ماكو واحد غريب جريب كل لا ابن عم لا صديق كلها محزنه ويانا اي كلها يعني ماكو واحد انه فراقه مو سهل هو يعني خساره ما نقدر نعوضها مدى الحياه يعني خسرنا رجل ما نقدر نعوضه دوم. ان شاء الله البركه باخوته. صحيح البركه بهاي بس اكو شيء ما تخسره ما تقدر تعوضه مو سهل تعويضه. سياده اللواء احنا حاليا ببيت الشهيد البطل احد ابطالك ابطال الرد السريع. سياده القائد ممكن تتحدث لي عن الشهيد البطل الرائد؟ الرائد موسى طبعا هو احد ابطالنا المجاهدين اللي قارع النظام بالايام العصيبه. نعم. وكان له دور كبير بايام الجهاد ومعروف من قبل اخوان المجاهدين وله سيره جدا جدا حاسمه. نعم. ويانا بفرقه الرد السريع وعمل بعده مناصب واخرها انه منصب امر الفوج الاول لواء الاول واستشهد هو بهذا المنصب رحمه الله عليه. له ميزه كبيره حبه ووده واخلاصه بعمله وضربه من كل منتسبينه وضباطه وادواره كانت ادوار مميزه بالمعركه ومواقف مشرفه وهو علم من اعلام الرد السريع يفتخر به كل
ضابط ومنتسب بالرد السريع، وهو مفخرة إلى كل العراقيين. ابن الشهيد علي يرتدي الزي رد السريع ويرتدي رتبة والده، والنعم من عنده إن شاء الله. هذا الشبل من ذاك الأسد، ويبقى هو إن شاء الله ذاك موسى يبقى أخونا استشهد، هو حاضر معانا، وابنه إن شاء الله ابننا، وعائلته عائلتنا. وإحنا طبعا مقصرين أمام عوائل شهدائنا جميعا، يعني حقيقة نحاول أنه نتواصل معاهم بكل الطرق الممكنة. نعم. ولكن إن شاء الله هم يعذرونا، وإحنا ما ناسينهم بدعائنا، وإن شاء الله إحنا خدمتهم بأي موضوع. هم اخوان الشهيد العقيد ستار حاليا يمي دا يسمع صوتك، والرائد عيسى اخو الشهيد يهدوا لك تحياتهم ويقولون ما بيهم اي تقصير ان شاء الله. جزاهم الله الف خير، وسلامي وتحياتي لهم اخوان الشهيد وعائله الشهيد، وان شاء الله يبقى الرد السريع موسى موجود بي، واي شيء يحتاجون احنا ان شاء الله بخدمتهم. متواصلين معاكم مشاهدينا الاعزاء وحلقه جديده من برنامج سفرة شهيد. مثل ما نوهنا اليوم احنا في محافظه ميسان، وتحديدا في منزل الشهيد البطل الرائد موسى. معاي الان الشقيق الاكبر سياده العقيد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن تتحدث لي عن الشهيد البطل ايام يعني من صغره لحد ما كبر، شلون كان سلوكه؟ لانه انت اخوه كبير وتعرف كل تفاصيله. اكيد كان الشهيد الرائد موسى جبار جعفر كان بوقته بالطفوله اكمل دراسته الابتدائيه في الغريريه الريفيه. نعم. في منطقه نائيه، وبعد ذلك تحول الى متوسط الارشاد في ناحيه العدل. نعم. وبعد ذلك تمت الهجرة بمشاكل مع النظام البائد، هاجر إلى الجمهورية الإسلامية. نعم. بسنة 91. بعد ذلك بدأ حياته وإكمال إلى صفوف المجاهدين، انضم إلى صفوف مجاهدين فيلق بدر. وبعد ذلك أكمل دراسات أكثر من 3 سنوات أو أقل 4 سنوات في الحوزة العلمية في جهرم. وبعد ذلك حينما اتجه إلى العمل الجهادي، وبدأ بعمل الجهادي لفترة من 92 إلى 2003. اشترك بكثير من العمليات في الجمهورية الإسلامية، في عمليات ضد النظام البائد. نعم. وكان اختاره كشخص بنزاهته وأخلاقه العالية، اختار الشهيد حماية للسيد محمد باقر الحكيم رحمة الله عليه. اختار من ضمن صفوف المجاهدين، وكان في الخط الأول. نعم. بدأ من 92 أو 93 إلى 2003. نعم. بعد ذلك بعد سقوط النظام عاد إلى العراق مع السيد الحكيم رحمة الله عليه. وقبل استشهاد السيد الحكيم، كان الاستشهاد في يوم الجمعة، كان الشهيد مجاز في بيته. نعم. قبل يومين يعني اتجه إلى الإجازة للعمارة. بعد ذلك أخذ فترة طويلة. كان بعد الاستشهاد اختير مع السيد عبد العزيز الحكيم رحمة الله عليه من الحمايات الشخصية. الحمايات الشخصية عمل معه فترة طويلة، وبعد ذلك اختيرت من الضباط إلى الدورة التأهيلية الخاصة الأولى. نعم. في وزارة الداخلية، وكان تخرج منها ضابط. نعم. في المعهد العالي. وبعد التخرج عمل كثير في الشرطة الاتحادية. نعم.
في الشرطة الاتحادية لفترة، وبعد ذلك اختير لواء الرد السريع بالشرطة العراقية، واختير الرائد الشهيد بمنزلة مكان في هذا اللواء. احنا يعني من خلال لقاءاتنا بالشهيد سابقا بالمعارك كان يحفز الجنود، يحفز الضباط على التقدم، على الانتصار على العدو، وكان في نفس الوقت يتمنى الشهادة. عندك علم بهذا الموضوع؟ يعني كان هو من الرجال الصادقين، يعني رجل صادق بعمله، جاد اثناء واجباته، يشترك بكثير من العمليات والواجبات لاختيار الشهادة، ولكن أخذ فترة جرح في الساحل الأيمن باشتراك في الموصل الأيسر وبالأنبار، وبعد ذلك بالأنبار كان الجرح الثالث في الأنبار. نعم. وبعد فترة اختار إلى تل أحفر، لأن هذا باختيار آمر فوج الرد السريع الأول كان مصاب في بيته، واختار من قبل اللواء الحاج ثامر الموسوي باختيار ثامر الحسيني أبو تراب الحسيني. أحسن. نعم. خلال هاي الفترة يعني اللي اختار بها آمر فوج هو كان جريح وأصاب بالإصابة مالته بليغة، وأجرت له عملية في شيراز. نعم. لعينه اليسرى، وبعد ذلك ركبت عدسة في العين. نعم. هو فقد أحد أعضاء من عيونه في المعارك. نعم. نعم. بعد ذلك يعني فترة الآن لأنال الشهادة في إن شاء الله في تل أحفر. نعم. بأيام رمضان، بما أنه احنا حاليا نعيش أجواء هذا الشهر الكريم، أكيد كانت في الطقوس لكم سواء في المهجر أو في داخل العراق، شنو كانت الطقوس اللي مارسها الشهيد؟ كان الشهيد يبدأ في أول رمضان في قراءة القرآن، يبدأ في 30 يوما من رمضان يختم القرآن في هاي الفترة. نعم. يعني خلال 30 يوم يكون يوميا جزء كامل يقرأه الشهيد. نعم. وهو كان متفهم، يعني طالب حوزوي متفهم عاقل، يعني بمعنى الكلمة. كل شخص يعني وخصوصا الشهيد يترك فراغ لكون الشهيد بعائلته لا توجد سلبيات. قراءة الوصية قال أنا أريد حينما أكون شهيدا فداء لأرض العراق ودفاعا عن العراق والعراقيين، أكون شهيد أن يرتدي الرتبة والزي العسكري ولدي الأكبر وهو علاوي. يعني كان في أثناء بالفاتحة أول فاتحة يعني ارتدى حسب ما طلب، حسب الوصية، وارتدى هذا الزي، ولحد الآن يعني تشوفون إن شاء الله. يعني أكو سر عجيب إنه كل شهيد أنا التقيت بعائلته، الشهيد كان يعلم باستشهاده قبل فترة أو أكيد يعلم. هم صار عندكم هذا الشيء؟ يعني احنا بينت علامات على الشهيد؟ بينت علامات عند الشهيد الرائد موسى. نعم. علامات كثيرة، يعني منها التوصية حينما نجلس مع بعض يقول هذه الفتوى الذي صدرت من السيد السيستاني حفظه الله، يقول هاي لا تتعوض. نعم. وكان يدعي للشهادة ويدعي، عرفنا يعني بهاي الفترة راح يستشهد. اي اكيد شيء هواي اخذ، يعني هو متمني الشهادة ويعرف بنفسه بنفس الوقت هو يريد يستشهد. بداية فخر لنا أن يكون لدينا شهيدا كهذا، هو عمي الشهيد الرائد آمر الفوج الأول اللواء الأول الرائد موسى جبار. كان فخرا لنا واعتزازا لنا رغم الأيام السوداء التي مرت علينا، لكننا مليئين بالبهجة والسرور والفخر أيضا، لأننا حملنا اسم هذا البطل، فيعز علينا فقده
وأتمنى الرحمة والمودة إلى شهدائنا وشهداء الإسلام والعراق خصوصاً. بنهاية حلقتنا لا يسعنا إلا أن نقدم الشكر الجزيل لهذه العائلة التي أنجبت البطل الرائد موسى الفرطوسي، والشكر الجزيل لمن أنجز هذا الجدار، جدار شهداء ميسان. انتظرونا في حلقة جديدة من برنامج سفرة شهيد. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، إلى اللقاء.